بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحياتي لكم متابعينا الأعزاء، والله يحفظكم بحق محمد وآل محمد. بالصيف بهذه الحرارة العالية مرتفعة درجة الحرارة إلى 50، أركز على الحبوب الباردة، يعني حبوب خلطة الأكل، حتى إذا تضطر ما تشتري خلطة يعني جاهزة من خلطة الأكياس الجاهزة، فأركز على الأكل. يعني حتى إذا تسوي خلطة بنفسك اشتري الحبوب على حدة، يعني مو خلطات، لأن الخلطات بيها بروتين، بيها إذرة صفراء، بيها حنطة، فهذا كله يأثر على الطير. ومن استخدمت الخلطات الجاهزة هو صار عندنا أمراض بالطيور، فاضطريت إلى أن أشتري حبوب على حدة، يعني أنا أصنع الخلطة. فشنو أركز؟ يعني ماكو داعي المعايير، يعني كيلو وين بكيلو. المهم أركز على بالجو الحار أركز على الحبوب الباردة مثل الدخن، الإذرة البيضاء، حمص وعدس بكميات أقل، بس أركز أكثر شيء على الدخن، درجة أولى، درجة ثانية إذرة بيضاء، لأن حبوب بها برودة لما تأثر على الطير بالصيف. بالإضافة إلى تقليل كمية الأكل، يعني ما أخلي أكل أكثر من اللازم جو الطير. وأتجنب الحبوب الحارة مثل الحنطة، الإذرة الصفراء، أي حبوب حارة أتجنبها بالصيف، يعني تأثر على الطير. أقل كمية الأكل وأركز على الحبوب الباردة، أحصل على نتائج جيدة عندي، يعني الأمراض تقريبا اختفت، انتهت بإذن الله تعالى. وأيضا مواعيد أكل الطيور، يعني الصباح الباكر يعني على برودة الجو، والمغرب. ما أتجنب أن أخلي وقت الظهر جو حار، ففي الصباح الباكر والمغرب على برودة الجو. بالإضافة إلى أهم شيء المي أبدله دائما، يعني مي يومية أبدله عدة مرات، أو أخلي فد شيء يعني أبدله بصون، أخلي بتبوري يعني يجري صون أصعدها، أخلي المي دائما يتبدل. وأكو طريقة لاحظتها شافها أحد الأصدقاء على اليوتيوب، استخدام الحب الفخاري هذا القديم، يعني ترسى مي وتخلي جواه في الطاسة، ينزل المي يكون بارد جدا. شرح أحد الأصدقاء على اليوتيوب، فطريقة كلش حلوة، بإذن الله تعالى أطبقها لكم عملي. الحب الفخاري القديم كنا شايفينه ونعرفه، أحد الأصدقاء نشر هذا الموضوع على اليوتيوب، كلش يعني طريقة جيدة. لأن المي بارد، أغطي الحب الفوق وداخله هو إلى يعني قوائم أرجل، وجوا أخليه الإناء مال المي، فيبقى المي 24 ساعة بارد. والمي البارد مهم جدا لصحة الطيور، يعني إذا تعوف المي بالشمس ويشرب الطير المي حار راح يؤدي إلى أمراض داخله مع الطائر، ومضر جدا للطير. فأركز على المي البارد، أستخدم طرق يعني أبدل المي، أستخدم طرق أواني فخارية ما يحمل المي بيها، بالإضافة إلى النظافة الدائمة. تحياتي لكم، والله يحفظكم بحق محمد وآل محمد.